المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. السيطرة على الجراد في إقليم شمال البحر الأحمر. سكان مدينة حقات يكرمون قوات الدفاع المرابطة في منطقتهم. وحدة القانون والنظام في مدينة كرن تجري عمليات تفتيش واسعة. فرنسا تغلق سفارتها في النيجر حتى إشعار آخر. إسرائيل تغتال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت. والصين تكشف عن لقطات جديدة لحاملة طائرات الجيل القادم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد منسق مكافحة الجراد في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيت قبرز قابهير السيطرة بنسبة 90% على الجراد الصحراوي الذي انتشر في سهول الإقليم الواسع قادما من دول الجوار يوم 17 أكتوبر 2023. وأوضح أن انتشار الجراد كان من حدود السودان إلى مديرية قلعلو، مشيرا إلى أن انتشار الجراد من الحدود السودانية وحتى إمبيرمي في مديرية مصوع كان كثيفا وغطى مساحات شاسعة وتم السيطرة عليه قبل توسعه إلى مناطق أخرى. وأضاف أن الموجة الحالية من غزو الجراد يمكن أن تستمر حتى مارس 2024 على الأقل، حيث يكون الشتاء ماطرا والدول المجاورة متوقفة في مكافحة غزو الجراد لأسباب مختلفة. وقد ظهر في الأيام القريبة الماضية بكثرة في مديرية قرورة. وذكر رش المبيدات الحشرية في حوالي 17 ألف هكتار من الحدود السودانية إلى منطقة قلعلو منذ الأول من نوفمبر. توجد في إقليم شمال البحر الأحمر 3 مراكز لمكافحة الجراد في شعب وقادم حليب. نظم سكان بلدة حقات بمناسبة حلول العام الجديد 2024 برنامج شكر وضيافة لأفراد الفرقة العسكرية 57 في قوات الدفاع الذين يعملون في بناء السدود وقنوات الري في منطقتهم. وسارع السكان إلى اتخاذ المبادرة بعد زيارة السدود التي توجد قيد الإنشاء في ضاحيتي حشيشاي وقلاس، متفقدين سير العمل. حضر الحفل حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى وقائد هيئة أركان القيادة الغربية العميد صحي مكنن وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد هيلة ولد برهان ومسؤولون آخرون. وقال قائد الفرقة العسكرية 57 المقدم مكيال ولد آبه إن أفراد قوات الدفاع وبرامج التنمية لا ينفصلان، ومما لا شك فيه أنهم صنعوا المعجزات في التنمية كما في الدفاع. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخلى هيمانوت موسائل أن السدود والخزانات ستساهم في التخفيف من مشكلة مياه الشرب الصالحة للسكان والماشية، مشيدا بتعاون إدارة الإقليم مع وزارة الدفاع لإنجاح برامج التنمية. وذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أن من المتوقع مساهمة السدود والخزانات قيد الإنشاء أن تلبي احتياجات مياه الشرب والسقي وتعزز التنمية الزراعية. تخلل الحفل عروض من فرقة أولى الفنية التابعة للفرقة العسكرية 57 والفرقة الشبابية التابعة للاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية حقات. قالت وحدة القانون والنظام في مدينة كرن إنها أجرت عمليات تفتيش فعالة بالتنسيق مع شركاء العمل. وقال رئيس الوحدة السيد كبر آب اندرياس لوكالة أنباء الرينا أن السيطرة على السوق ونظام المدينة وكذا نظافة المدينة وإشعال الحرائق هي من بين أنشطتها الرئيسية، مضيفا أنهم يعملون مع قطاع الأعمال والشرطة والصحة والأمن والبيئة والسياحة وغيرها لتنفيذ هذه الأنشطة بكفاءة. وقال إنه في عام 2023 أجروا عمليات تفتيش واسعة على 291 منشأة وتبين وجود نواقص ليتم تغريم 507 منها، بعضها تم تغريمها ماليا والبعض الآخر بالإغلاق حسب خطورة الحالة.
وأضاف أنه تم حرق السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية والأكياس غير القانونية وغيرها من المواد التي تم جمعها من المؤسسات بحضور الجهات المعنية، مضيفا أن الأدوية البيطرية غير القانونية التي تم العثور عليها تباع في الشوارع تم تسليمها إلى إدارة التشريع والرقابة بوزارة الزراعة. وقال إن 32 حريقا متفاوت الحجم حدث هذا العام وتمت السيطرة عليه في الوقت المناسب من قبل وحدة الإطفاء التي تم تقييمها بشكل إيجابي. وقال رئيس وحدة نظافة المدينة عبد حسب ربي إن الحملات الأسبوعية التي تنظمها الإدارات المحلية ساهمت بشكل كبير في هذا الصدد. صرحت إدارة مديرية غردات في إقليم الكاشبرك عن زيادة نسبة تغطية التطعيم ونمو نسبة الالتحاق بالمدارس وفق التقييم الذي أجرته المديرية. وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة تقارير ركزت على المزايا والتحديات في قطاعات الزراعة والخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج التنمية بشكل عام. وبحسب التقارير فقد ارتفعت الخدمات الصحية كرعاية الحمل وعدد الولادات في المرافق الصحية، ووصلت نسبة التطعيم إلى 100%، وارتفع عدد الطلاب بنسبة 13% في العام الدراسي 2022-2023، كما ارتفع عدد الطلاب في المدارس. بالإضافة إلى ذلك تمت ترقية المدرستين الابتدائيتين إلى مدرستين متوسطتين بهدف تعزيز المجال الأكاديمي. وفي مجال الزراعة، وعلى الرغم من أن المزارعين قاموا بالاستعدادات الكافية وزرعوا الحقول في الوقت المناسب، إلا أن موسم الأمطار كان سيئا مما أدى إلى ضعف الغلات والمحميات، كما تسبب جراد الأشجار في إتلاف موارد الغابات. وأشاد مدير المديرية السيد إسحاق طعم بالبرامج المنفذة لتحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة في البرامج القائمة. وأضاف أن إصلاح خطوط الصرف الصحي وصناديق النفايات والطرق في غردات وبناء مسلخ حديث والحفاظ على التربة والمياه والحد من إزالة الغابات هي من بين الخطط التي سيتم تنفيذها في عام 2024. واقترح المشاركون في تعليقاتهم على حل النقص المتمثل على عنابر مستشفى غردات، فضلا عن استبدال أنابيب المياه القديمة بأخرى جديدة. أجرت جمعية الإعاقات الذهنية وتخلف النمو في إقليم شمال البحر الأحمر حملة توعوية فاعلة هدفت إلى زيادة الوعي حول مرض التوحد ومتلازمة الداون في مديرية قرور. وأوضح مسؤول فرع الجمعية السيد مانيال أدحنوم أنهم أجروا مسوحات في مديريات قلعلو وفرو وشعب وقندع ومصوع لتحديد عدد الأشخاص المصابين بالتوحد ودعمهم. وقد تم ضم 280 مواطنا في الجمعية، مذكرا بأنه ينبغي تعزيز دور المجتمع وجميع الجهات. وتحدث الدكتور سيراك أفورقي من مستشفى مصوع بشأن الإعاقة الذهنية وتخلف النمو عامة وأوجه التشابه والاختلاف بين التوحد ومتلازمة الداون بشكل خاص، بالإضافة إلى أساليب رعاية الأسر لأطفالها، وكذا أضرار الخرافات والنظرة المتخلفة تجاه المعاقين ذهنيا. وذكر المشاركون أن المحاضرات ساعدتهم على توسيع معرفتهم وسيعملون بجد لرعاية أطفالهم. وأكد مدير مديرية قرورة السيد إدريس علي تقديم الدعم الكامل لرفع الوعي المجتمعي وإحداث تغييرات نوعية في حياة المصابين للتغلب على الإعاقات الذهنية. نظمت أنشطة توعوية في مديرية ميعين لمكافحة العادات الضارة عامة وختان الإناث وزواج القاصرات بشكل خاص واحترام حقوق الأطفال. وقد ركزت أنشطة التوعية التي نفذت في ديسمبر 2023 على الأضرار الجسدية والعقلية الناجمة عن العادات الضارة والعناية التي ينبغي للمجتمع أن يوليها في رعاية أبنائه. وقال مدير مديرية ميعين بالإنابة السيد كفل منقس إنه تم التنسيق في أنشطة التوعية بين وزارة الصحة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية وإدارة المديرية، داعيا اللجان المشكلة على مستوى القرية والضاحية للعمل المتفاني. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن السفارة الفرنسية في النيجر مغلقة رسميا حتى إشعار آخر، وستواصل نشاطها من باريس. وذكرت الوزارة في بيان أن السفارة الفرنسية في النيجر مغلقة الآن حتى إشعار آخر. في الواقع منذ 5 أشهر تواجه سفارتنا عقبات خطيرة تجعل من المستحيل القيام بمهامها. طرق حول مقر السفارة وقيود على تنقل العاملين فيها ومنع دخول جميع الدبلوماسيين الذين كان من المقرر أن يصلوا إلى النيجر. وتقرر إغلاق السفارة وهو إجراء نادر جدا بالتوازي مع سحب آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب والذين غادروا البلاد في 22 من ديسمبر. وتدهورت العلاقات بين باريس ونيامي منذ الانقلاب العسكري في يوليو وإطاحة الرئيس محمد بازوم. كما أعلن النظام العسكري في نهاية أغسطس طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي الذي يظل عالقا داخل مقر السفارة لشهر قبل المغادرة. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إسرائيل اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في هجومهم بطائرة مسيرة على مبنى في الضاحية الجنوبية ببيروت. وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك إن اغتيال العاروري عدوان، وأعلنت الحداد الوطني والإضراب الشامل داعية للرد بقوة في كل الساحات والجبهات. من جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الانفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان في مرحلة جديدة. وطلب ميقاتي من وزارة الخارجية تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العملية. في المقابل، وجه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان التهنئة للجيش الإسرائيلي والشباك والموساد وقوات الأمن على اغتيال العاروري، في حين قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب الوزراء بعدم التعليق على الأمر. كشفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية عن صور جديدة لحاملة الطائرات الصينية الأكثر تقدما حتى الآن، بما في ذلك مسارات إطلاق الجيل التالي التي يمكنها إطلاق مجموعة واسعة من الطائرات من سطحها. تم عرض فوجيان لأول مرة للجمهور في يونيو 2022، وقد تم تصميمها وتصنيعها بالكامل محليا. ومع ذلك حتى تتمكن من إجراء تجاربها البحرية الأولى، تعد حاملة الطائرات أكبر وأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية من شاندونغ التي دخلت الخدمة في عام 2019 ويلياوين نينغ. وشهد السفينة فوجيان على شاشة التلفزيون الرسمي وهي تقطر بواسطة سفينة أصغر، وكانت جميع المسارات الثلاثة لنظام المنجنيق الكهرومغناطيسي مرئية على سطحها. الخبر الأخير في هذه النشرة: ضربت عواصف رعدية شديدة بعض المناطق في شرق استراليا، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات من البرد وهبوب رياح قوية. ومن المتوقع أن يمتد هذا الطقس العاصف لمسافة تزيد على 1000 كيلومتر من مدينة بورت ماكواري في ولاية نيو ساوث ويلز إلى روكهامينتون في كوينزلاند. ووصل منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق إلى نحو 110 ملم خلال ساعتين، كما لوحظ سقوط حبات من البرد يصل حجمها إلى 6 سنتيمترات. من جهة أخرى تجتاح موجة من البحر الشديد شمال استراليا وغربها، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مدينة ماربل بار النائية الواقعة في شمال غرب ولاية استراليا الغربية إلى 49 درجة مئوية. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بتذكير بالأبرز العناوين. السيطرة على الجراد في إقليم شمال البحر الأحمر. سكان مدينة حجاج يكرمون قوات الدفاع المرابطة في منطقتهم. وحدة القانون والنظام في مدينة كرن تجري عمليات تفتيش واسعة.
فرنسا تغلق سفارتها في النيجر حتى إشعار آخر. إسرائيل تغتال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت. الصين تكشف عن لقطات جديدة لحاملة الطائرات الجيل القادم. سادتي سيداتي، نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.